الشيء الأخير الذي يعني هيمن على كياني بتأثير كبير تواضعه العجيب. وكلمة التواضع اليوم يعني أصبحت تفهم في كثير من الأحيان على أنها فن للتسامي، يعني فن التسامي كثيرا ما يكون بالهبوط إلى الأدنى من أجل أن يعلو في أنظار الآخرين. لا، هذا ليس تواضع، هذا فن يسمو به الإنسان بفن طريقة معينة أمام أنظار الناس وقلوبهم. لا، كان الشيخ بدر الدين يرى نفسه بحاجة إلى أي إنسان من الإنسان يدعو له. سمعت أنه وجه رسالة قوية قاسية إلى مدحت باشا لك، وقال له في آخرها أدعو الله لي. شيء رائع غريب. نعم، أضعكم أمام قصة، هذه القصة أرويها بالسند العالي، وأنا لا أحب أن أروي قصصا أنا بين المصدق والمكذب لها أبدا. نعم، الشيخ يحيى زميت أعرفه رحمه الله، وكان واحدا من أخص تلامذة الشيخ بدر الدين، وكان إذا أمره نفذ ما يأمر. نعم، في يوم من الأيام الشيخ يحيى زميت هو الذي يحدث، أمره الشيخ أن يذهب بمقدار من المغلفات، ظروف فيها قدر من الأموال، في كل ظرف مبلغ من المال، إلى ذلك الحي شارع البغايا. قال له يبقى تروح وبتعطيهم، قل لهم للشيخ خليه يدعوا له للشيخ. ذهب الشيخ يحيى بسيارة أجرة، ولما توسط الشارع نعم استوقف صاحب السيارة وطلب من واحدة منهن أن تذهب فتأتي بزميلاتها، وبقي الشيخ في داخل السيارة. فكانت تأتي الواحدة يقدم لها الظرف، يقول هذه رسالة من الشيخ بدر الدين هدية لك، ويقول لك الشيخ ادعي له. فتلطم وجهها وباكية مختجلة، أنا أدعو للشيخ وتذهب. ثم تأتي الأخرى والثالثة والرابعة وهكذا. الذي حصل، هذه تتمة القصة، أن عددا منهن لا أعلم في اليوم الثاني تبنى إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء يعني لولا أنني تلقيته وأعلم أن هذا الذي حدثني بذلك لا يمكن أن يكذب، لا يمكن للعقل أن يستوعبه، لكن رجل مثل الشيخ بدر الدين يفعل ذلك. لماذا؟ لأنه بمقدار ما كان ورعا، وبمقدار ما كان متوجها إلى الله عز وجل، وبمقدار ما كان يوظف علومه المختلفة، كل العلوم توصل إلى الله كلها، بمقدار ما كان يوظف هذه العلوم كلها مرقاة لبلوغ مرضات الله، كان يرى نفسه بحاجة إلى أن يستنجد بأي إنسان يدعو له. نعم، وصدق من قال كل من رأيت فالخضر اعتقد. هذا ليس حديثا، لكنها حقيقة تربوية صحيحة. أنا اليوم صحيح أسلك طريق الوصول إلى الله، وفلان من الناس نعم يسهر على الفواحش ويشرب الكأس تلو الكأس لكنني لا أدري إلى ما سيؤول حالي غدا وإلى ما سيؤول حاله غدا. نعم، كلما الإنسان نعم ازداد قربا من الله عز وجل ازداد ضآلة. يعني كلما أصبح الإنسان قريبا من الله كلما رأى نفسه لا شيء. من هذا المنطلق كان الشيخ رحمه الله تعالى ينظر إلى الآخرين هذه النظرة. شيخ الحقائق كان صوتك ملهما